حبيباتي متابعيني، اليوم جيناكم بفيديو روتين جديد. هو عندنا احنا هنا البامية. طبعا هنا أنا عندي 5 كيلوات من البامية، هاي دا أقلم بيها زي ما تشوفون بالصينية، بما انه هم الموسم مالتها راح ينتهي. هاي طبعا 5 كيلوات 6 كيلوات احنا جبنا، فقاعدة يعني نقلم بيها. هاي هي قدامكم، طبعا بعدها طازجة ولونها أخضر. هنا كملت من عدها وخلصت. طبعا أغسلها أنا مي وملح لي قدام على السنك حتى تنزل من عدها الأتربة والأوساخ اللي بيها وتنظف، يعني تنظف زين. هاي الطريقة الثانية. بعدين الطريقة الثالثة أنا خليت مي على الطباخ وملح. هاي طبعا المي والملح هذا على السنج، يعني مي بارد زي ما تلاحظون. اغسلها زين بالمي والملح البارد قبل لا اخليها على النار، قبل لا نسلقها، غسلة زينة. هنا خلينا المي على النار قام يفور، ذبينا بيه البامية. نخليها أقل من يعني 5 دقايق هيجي، ونقلب بيها ونتابعها، نلاحظها بحيث يعني ما نخليها تنمرد. شوي نقلب بيها. بعدين احنا محضرينها مصفي حتى نفرغ بيه البامية. هنا دا أقلب بيها، بعدها فد شوية على الاستواء. طبعا اي بامية مجمدة ابد ما تنمرد عندي، ابد ما اخليها تنمرد، لو تبقى سنة ونص ابد ما تنمرد، لان السلقة مالتها تكون قليلة. هنا طبعا طفينا النار من عدها مثل ما تلاحظون، خلصت. حبيباتي بعد ما كملنا سلق البامية وكملت، هسه هنا طبعا خليتها بصينية بردت. هنا الشكل النهائي. هنا طبعا خليتها بأكياس مثل ما تشوفون وجمدناها، والحمد لله والشكر. لا تنسون من اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. مع السلامة.